معانا عم احمد غريب محمود الجعفري. اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ الاهلي في افريقيا. الاهلي مش الزمالك؟ في نص الكره الارضيه دي الاهلي. ما انا واقع قدام عينك وشايف، يعني سوري مش قادر اجامل. اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ الزمالك. ليه؟ عشان كده. ايه بقى كده دي؟ عشان الزمالك مفيش حد في التاريخ الكروي بيحصل له اللي بيحصل لنادي الزمالك، بياخد بطولات واقف على رجليه ولسه بينافس. انت من 2004 ما خدتش بطوله. الكذبه اللي انتوا صدقتوها اللي هي المؤامره الكونيه اللي عليكوا دي، اقسم بالله العظيم انتوا عايزين تلاقوا شماعه تعلقوا عليها فشلكم. سوري مش قصدي فشلك، انا بقول لك كنادي كاداره، حتى الجماهير سبحان الله الجزاء من صنف العمل. الجماهير برضو قلبت بقت كده. تخيل ان هم مثلا مش معترفين ببطوله الاتحاد الدولي لسه مديها للاهلي من كام يوم، صح ولا مش صح؟ بتاعت هي الايكونوسيا ثانيه واحده، الاهلي البطل نص الدنيا؟ هم بيقولوا كده. هم انت- مين؟ لا، ايوه هم مين حضرتك؟ انا ما بقولش كده، هم لا. بيقولوا كده. هم مين؟ انت نص الدنيا. الاهلي بطل نص الدنيا؟ ما اعرفش بقى، هم بيقولوا كده بقى. انت قريتها ولا لا؟ الدنيا. قريت ايه؟ قريتك الخبر ده يا ولا راجل ده لا؟ يعقل. طب راجل قريته ده ولا يعقل. لا؟ طب اجيبه لك يعقل. في حد طلع زملكاوي من كام يوم قال لك ان الزمالك كان المفروض ان هو يبقى برضه بطل نص الدنيا، ما واخد لا هو فعلا لا الافرو. هو فعلا ايوه اتقالت على سبب. القناه الاولى، على القناه الاولى ماشي. أيوة. واتقالت لما كسبنا اللي هو الفريق فروكاوا. الكوري دوت، كمل. فروكاوا فروكاوا دوت الياباني. ماشي، وكسبناه وقال لك الزمالك بطل نص الدنيا. لا ما قالش نص الدنيا. لا قال نص الدنيا، ده قالت على القناه الاولى. طب استنى يعني بس طلع على اسالك القناة سؤال، الأولى. هنا الزمالك بطل نص الدنيا؟ ساعتها طب ساعتها الاهلي بطل نص الدنيا دلوقتي؟ بطل نص الدنيا. كده صح. هو ده اللي انا عايز اوصله. كده صح. هاي كده صح. نبدا من المنطلق ده. عايش بطل معاك. نص الدنيا. ما اقول هو لك بقى هقول إيه؟ لحضرتك على حاجة. الزمالك لازم يتعمل له عمليه قلب مفتوح. الكلام ده قاله الرجيف رانجليك، ده بتاع كان سوري، كان مدير رياضي لمانشستر يونايتد، كان ماسكينه مسكه فتره. قال لك ولحد دلوقتي فعلا يعني هو بقى له سنه ونص سايب النادي، سنتين سوري. قال لك مانشستر عايز عمليه قلب مفتوح، الزمالك كذلك. انا بقول لك انا راجل اهلاوي بقيت محايد على فكره ان خلاص وضعه. انا اسف عم معلش، انا اسف، انا بدر يعني محمود، ايه اللي ناقص الزمالك عشان يرجع يلعب في دوري ابطال افريقيا؟ بس هل انت كزملكاوي Champions. مكتفي بان الزمالك بيلعب كاس الاتحاد الافريقي؟ اتحاد سوري ده انا شايف ان جمهور الزمالك تاقلم مع الوضع كده. صح. ده صح؟ لا صح. طبعا جمهور الزمالك ما تأقلمش مع الموضوع ده. تأقلم. لا خالص خالص. خد بالك جمهور الزمالك لا ليه ناقه ولا جمل. جمهور الزمالك الجمهور الدرجه الثالثه اللي زي حالتنا، اللي هو كنا في ايام المدارس كنا بننزل نشتغل يوم حصل. عشان نشتري التذكره عشان نروح ورا الزمالك. احنا ما نملكش شيء. اي واحد من جمهور الزمالك لو كان موجود في الادارات اللي فاتت كلها كان هيعمل اداء احسن من اللي موجود بكتير. كلها قصه مصالح، ودي خلينا معترفين ان طول عمر اداره الاهلي متفوقه على اداره الزمالك. في الملعب انت بتتفوق عليها ازاي؟ ما هو في عوامل خارجيه. ايه هي بقى العوامل دي؟ الاداره، قوه الاداره. انا عندي اداره. الاهلي قوي اعلاميا واداريا وكل شيء، ده معترفين بيه، ده محدش يقدر يقول غير كده. اعلاميا مسنود ولا هو عشان بيعمل انجازات وبطولات غصب عنه. فعليه سبوت؟ خلينا واقعيين يا باشا. أيوة، أنا الناس عايز بتروح مع القوي، حتى لو هو قوي ماشي فالناس هتسنده عشان هو قوي، عشان انا اخد اللقطه. ازاي أي وانت حد- ليك جمهور؟ اسمع اللي انا انت بقول لك. جمهورك بالملايين. ماشي، ما انا جمهوري وانت جمهورك بالملايين، بس لا، أنا انت أكتر، ما دي ما- بس انت قوي. قوي تعرف ليه؟ دي اللي هو- خلاك مسيطر على الاتحاد كوره، ليه؟ خلاك مسيطر على فين النادي ده؟ التركي، خلاك مسيطر على اي حاجه. ازاي انت أقول وزير لك- أقول لك- اهلاوي؟ اذا أقول لك- وزير زملكاوي؟ أقول لك على حاجة. انت رئيس أقول لك وزاره على حاجة. زملكاوي يا أول جدع، حاجة ده مدبولي زملكاوي. أقول لك على حاجة. مرتضى أقول لك على قال له انت كنت بتقبض مني، انا سامعه. أيوة، فاهم أيوة، انت يعني أيوة. ايه؟ الإدارة اللي فاتت دي- طيب ده رئيس الإدارة وزاره، اللي فاتت وزير دي- عندك قاعد مع باشا. لاعب. يا ابني دي ما حصلتش على الطلاق ولا في بص ولا حتى في بلاد الموز، ان وزير ممثل دوله يقعد مع لاعب لنادي معين انه يتفاوض معاه. كان مين دي ما ساعتها؟ حصلتش. كان مين خالد عبد ساعتها؟ العزيز. فاهمني؟ فاهمني؟ خالد فاكر عبد العزيز اللي قال لك هو الأهلي ده لما بيكسب قعد مع مين من مصر اللعيبة؟ كلها بتقعد اقسم بالله مع ساسي مبسوطة. مع فرجاني. طب حد هيقعد مع فاكر؟ زيزو؟ حد هيقعد مع وقعدوا زيزو؟ وقعدوا الله أعلم. وقعدوا احنا ما نعرفش. الراجل بيقول لك كان في قعد. وزير اتدخل قعد لتجديد عقد مشهوره فرجاني ساسي، مشهوره الكلام ده فرجاني. حصل. والست تمام؟ اللي بعد حلقها وطارق يحيى قال له فرجاني وبتاع، وطلع في التلفزيونات. والجمهور كله قعد ساعتها يعيط. راحت برضه ساعه عشان ولا ساسي يقع. ساعه. طب دي منين؟ احنا جمهور عاطفي. قوتك انت بقى جمهور كاهلي الزمالك جت منين؟ انت بقى انا كاهلاوي قوتي جت منين؟ بص، قوة الأهلي أنت اشتغلت شغل من بعد 2003 2004 بصراحة ما اشتغلتوش طول حياتك، وساعدك قوي لا. في إن الكابتن حسن حمدي كان موجود في كارت الأهرام. مين بطل؟ مين سيبك من وكاله الاهرام دي، اتضح ان وكاله الاهرام دي كانت واكله الاهلي على فكره يعني. واكلة الأهلي؟ والله الاهلي تعرف كان بياخد كام من وكاله الاهرام؟ كان بياخد كام؟ قول كده. كام؟ كان بياخد كام؟ ال- 114 طب سؤال بقى، أنا مليون. هنا أهلاوي. عارف
لما سابها وراح لمسك خدنا 300 مليون. يبقى مين كان بياكل مين؟ ماشي، انت كنت هاتها. بتاخد كام؟ 114 مليون صح كده؟ الاهلي. لكن الكلام ده كان في بس 2003 ايه 2004 بس في 4 سنين. ماشي، فاهم؟ في 4 سنين. لكن احنا بعنا نفس الحقوق دي لمسك، لوكاله مسك السعوديه، خدنا 300 مليون. مش هي يبقى دي. حسن حمدي كان بياكل مين لمين؟ مين اللي كان بياكل؟ الزمالك. انا عايز اقول لحضرتك ان الزمالك كنا لولاش بناخد حسن 15 حمدي مليون. كان هيلبس مين اللي بيلبس؟ احنا كنا بناخد 15 الهلال مليون والنجمة. وكان بيديهم لنا بعد قفل باب القيد عشان ما نعرفش نشتري لعيبه. لا، ما انت ما كانش بيجي لك مين اللي اعلانات، مين دي اللي وكاله. لا بالعقل حضرتك بس، دي بالعقل وكاله بس. وفي لا، جهاز ثواني بس. مركزي. وكاله، ايوه عم ايوه، نتفق أحمد. بس، خلينا نتفق. يعني 2003 هل حسن حمدي، معلش، حسن حمدي رئيس النادي الاهلي كان متعاطف بي- شده التعاطف. بيضيع على النادي الاهلي طبعاً. مبلغ ما يعادل 185 فعلا. مليون على فعلا. كلامك؟ فعلا إزاي؟ ارجعوا للتاريخ. كلام وهات. مش انا بقول مترتب. لك وممكن أنا اجيب لك كأهلاوي الوثائق. بقول لك كلام لا مش لا لا، انا مترتب. بقول لك وكتبت، وناس كتيره كانت عارفه الكلام ده، عشان وكاله الاهرام تشتغل اكتر وتسمع اكتر. سوري، جماهيريه الاهلي ما حدش بص يتكلم يا باشا، عليها. انت بتتكلم هو نفسه قال انت كده. بتتكلم على جماهيريه الاهلي، ايوه، صح؟ وبتتكلم على افتكر دي ساعه وكالة. الهلال والنجمه هجيب لك ليها طبعا سهل انك انت تخش ده تجيبها. كان في 2005 2006. طيب ماشي، كان مين؟ بس ما أنا- كان حسن أنا حمدي برضه هقول لك على اللي حاجة وقف بس. لكم. حسن هقول لك- حمدي ده اللي طلع حازم امام من النيابه في تزوير عقد جده، لو تفتكر. اجيبها لك برضه في 2007 و2008 من النيابه كده، وعندي صور لحازم وهو داخل النيابه، حازم امام الكبير. حسن حمدي برضه اللي تنازل وقضى الموضوع، خلصها لا كده. ثواني بس، بمعلش. خلينا بس في موضوع ان انت اتفضل. بتقول الوكاله وان احنا ملناش اعلانات ودي بيجي لك اعلانات. أيوة. معلش، انا كنت ساعتها ماشي 2001 2002 ماشي انا بطل دوري، 2002 2003 ماشي الاسماعيلي، 2003 الزمالك، 2004 الزمالك، صح؟ بس. انا كان بيلعب مع عندي حسام حسن وحازم امام، يعني اي اعلانات وجمال مش حمزة. هتيجي، وجمال حمزه، اي وتامر اعلانات عبد مش هتيجي الحميد غير للناس دي. ومشاكل. ازاي انت ساعتها تاخد اعلانات اعلى مني؟ ازاي؟ بأنهي منطق؟ بأنهي منطق؟ منطق انا بطل الدوري وانت تاخد زي يا عم همشيها على كلامك 114 مليون الجماهيرية. وانا باخد 15 مليون. انت ساعتها كنت بتاخد كام؟ انا كنت باخد 15 كنا ماشيين مليون. مع بعض. لا كنا لا ماشيين لا من اول لا 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 من خالص. 97 هجيبها لك من لا 98. الزمالك كان بياخد ساعتها 15 مليون. بالظبط. احنا بقى كان عندنا مين؟ كان عندنا مين بيسندك؟ كان عندنا الصراحه ناس تقيله، يعني زي سين بي منصور سين وغيره منصور وغيره. أو- صح ولا مش صح؟ لا، بس- الزمالك بس بقى لا، لا، بس تنصل عقد منه الرعاية. الوكالة. عقد الرعايه عقد بتاع الرعاية، الاهرام الرعاية بتاعك الاهلي كبير كان قوي. طبعا، ما هو لا، الاهلي، لا، ما لا، انت لا. المنتج انت اللي عايز ده. لا، أنا منتج. الزمالك منتج الفتره دي إيه؟ كان مسيطر. هم سنتين بس اللي يا الزمالك كان راجل مسيطر، انا وكان اخد كده. اخد احسن نادي في العالم امتى شهر ده؟ 2 أحسن نادي حصل على بطولات في 2003 العالم. ماشي، اسمها- دي الوحيده، واخد 7 بطولات في انت ازاي سنه بتصدق وتقول الحاجات لي دي؟ انت اعلاناتك انت احسن ازاي مني. بتصدق الحاجات دي؟ اصدق ايه؟ ده الاتحاد الدولي هو في اللي حاجه قلت اسمها ولا احسن نادي في لا؟ العالم في شهر. ايوه ده اللي انا قلت. انا عايز حاجه كده في كاس عالم ده انديه اللي انا اخد قلت. ثالث. على فكره مش انا اللي بقول، ده الاتحاد الدولي اللي انت معترف بيه طبعا هو اللي قال كده. طبعا ولا انت الاتحاد بتعترف الدولي. بشيء لا، ما بتعترفش بعترف بشيء؟ بيه. طيب وهرجع امال لها ايه طيب؟ دي، بس عايز تصريح رسمي طب بيقول امال كده ايه؟ من الاتحاد الدولي. ده تصريح رسمي وام الرسمي اوكي كمان. ماشي، انك انت خدت احسن نادي في اه العالم. طبعا، ده وانت ياسر تاخد كاستم. وانت تاخد عقد رعاية اعلى مني طبعا. ازاي؟ ازاي يا عم؟ اقول لك على حاجه، بتاخد 114 مليون انا اخد 100 لا، انا اخد 90 ما اخدش 15. ما هو هنا برضه ماشي، عم في وانت فجوه في تروح- الرقم. ايوه، لا ازاي عاوز هنا انت نفسك؟ بتريح برضه، يا عم بتريح أحمد. عشان بس طب ما الاهلي المواقعين. ازاي اتباع ب 300 وانتوا ما كملتوش؟ لو تفتكر جه مرتضى لما وكاله في الاهرام 2004. رفعت ايديها عن النادي الاهلي بالظبط. الاهلي راح لمسك ب 300 مليون. ماشي انا معاك. طيب. 300 يبقى مليون. الوكالة الزمالك كانت هنا محجمات. الزمالك هنا في الوقت ده جاله عقد علينا رعايه على فكرة. ب 150 علينا عن مليون كده. في الفتره أيوة، دي. علينا عن كده. برضه من الاهرام 125 مليون. انا بتكلم من الاهرام. اللي هي كان مني ده فيها امتى؟ رئيس ده النادي امتى؟ تعرف الاهلي. امتى؟ انت تعرف ان ده بعد تضارب، بطولة ده أفريقيا. تضارب مصالح. طبعا ده تضارب رئيس النادي الاهلي ورئيس الوكاله الاعلانيه للاهرام اللي هو بيوزع على ملهاش فرق أي دعوة الدوري بدي. كلها. ملهاش اي دعوه بدي. ملهاش دعوه ازاي؟ انا اقول لك كده ملهاش حضرتك، دعوة ازاي بس؟ برلسكوني في ايطاليا كان رئيس وزاره وكان رئيس نادي اي سي لا ميلان. لا، ده اسمه تضارب مصالح. بقول لك برلسكوني قعد مالناش دعوة 18 بقى، ده سنه. هنا ده قانون، احنا 18 بنتكلم في قانون. بقول لك برلسكوني طب حضرتك هو ده ما ساعدكش؟ في ايطاليا. هو ده ما استفدتش انت منه؟ استفدت منه. بقول لك انت ايه يا ما استفدتش محمود منه. استفدت محمود منه. معلش انا اسف معلش يا عم احمد. محمود انت هتشجع الاهلي في كاس العالم للانديه؟ لا طبعا. انت موافق على تصريحات احمد حسام ميدو؟ طبعا. ليه؟ هقول لك ليه. بص، انا اول حاجه بس عشان نكون متفقين ماشي، انا اخويا اهلاوي تمام. ماشي، بحبه جدا، ولاد عم اهلاويه وليا اصحاب كتير، واي اهلاوي في مصر فهو اخويا، عشان بس نتفق ماشي، نحط خط كده ونمشي عليه ان احنا ايه، ده تشجيع كوره قدم. صح. اللي قاله ميدو صح. حلو. انا بشجع كوره. انت اخوك اهلاوي؟ اتمنى اخوك اهلاوي؟ احكي لك بس على قصه انا جاي بسيطة لك بس. اخوك اهلاوي. آه. افتراضا ان الاهلي خسر اخوك هيزعل ولا هيفرح؟ هيزعل. طب انت ازاي اصلا هزعل. كلامك هنا في تناقض. هزعل. هتزعل؟ لا، في فرق. بص يا باشا، باشا صلى على سلام. النبي. في فرق ما بين ان انا اشجع، في فرق ما بين اتمنى المكسب او الخساره. أيوة. بمعنى انا اتمنى الاهلي يكسب. عارف ليه؟ بص هقول لك على حاجه بس هخرج عن السياق شويه ماشي. الأهلي انا يكسب؟ زوجتي زملكاويه قوي
فلما تيجي تتكلم معاها فهي تفكيرها لا انا مش هشجع الاهلي، اقول لها انا ما بشجعش الاهلي بس بتمنى الاهلي يكسب. بتقول لي ليه؟ اقول لها عشان انا اصحابي واخواتي اهلاويه، فلو الاهلي كسب مش هم هيفرحوا؟ فاقول لها انا هتمنى لهم الفرحه مش هتمنى لهم الحزن. طب ليه؟ انت مع، لان هي في الاول وفي الاخر كوره. مع تصريح ان لو الاهلي بيلاعب تل ابيب هتشجع؟ لا طبعا، لا طبعا، واي حد يتكلم كلمه وحشه على الاهلي والله العظيم نديله بالجزمه. ده هرم من اهرامات مصر. اختلفنا اتفقنا، بص احنا متفقين، احنا مختلفين في شويه بنود في الكوره وفي نظام الكوره، لكن الاهلي مصر. الاهلي صنع بطولاته بالتحكيم؟ جزء منها مش كلها عشان ما نبقاش ظالمين. البطولات المحليه ولا الافريقيه ولا بص. يعني البطولات المحليه ولا القاريه؟ لا بص هقول لك على حاجه، البطولات المحليه اكتر، لكن البطولات القاريه بيتساعد فيها لكن مش بيصنع بالتحكيم. حلو خلينا بقى واقعيين. الكلام، الاهلي بيتساعد فيها طبعا. اديني لما دلائل على كده. لما انت يتاجل لك 10 ماتشات و12 ماتش السنه اللي فاتت. حلو الكلام. انا ما بكلمكش في ده ما المحلي، بيحصلش انا في دوري بكلمك في العالم. بكلمك في البطولات القاريه. الحكام ليه اجلوا الاهلي؟ حكام القاره الافريقيه في ماتشات الاهلي في دوري ابطال افريقيا بيسندوا الاهلي؟ لا هي ما حصلتش غير في ماتش واحد بس، نهائي 2006 بتاع الصفاقس. تمام. الصفاقس ليه جون هنا وجون هناك ياخد البطوله، بس ما حصلتش. انت طيب مظلوم. ماشي، حلو في الكلام. ايد اضرام جاي لك الأهلي لعب انرامو بايده وعيني عينك كان ترجع فولي. 2011. حلو لا الكلام. حصل. والعرجوني ليه ولسه والعرجون العرجوني العرجون عماد بتاع النحاس النجم الساحلي لما طرد عماد النحاس هنا في اول 7. وهنا بقى عايز اوصل لك حاجه. النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بعض الاعلام الزملكاوي يقول لك ان نص البطولات اللي الاهلي عملها في دوري ابطال افريقيا عملها بالتحكيم. الاهلي اخر 5 نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي لعبهم ولا ما لعبهمش؟ لعبهم. المفروض الماتش البطوله اللي فاتت كان من ماتش واحد. البطوله اللي قبل اللي فاتت اللي هي مع الوداد، المفروض لو الاتحاد الافريقي بيساند الاهلي كانت اتلعبت فين؟ محايده في ارض محايده. الاتحاد الافريقي صمم ان البطوله بس تتلعب دي فين؟ خطا مننا احنا. ليه بقى؟ خطا من اتحاد الكوره من عندنا. عشان انت ما قدمت انت ولا ما قدمتش. طب هل اتحاد هنا الكرة انت ليه عندنا. تخبي الجواب؟ لا غلط طبعا. مشكلة مين كان الجواب. عضو مين كان مجلس وراه؟ اداره في الوقت ده؟ وليد العطار تقريبا. ومين تاني؟ وكان مين متهم في الموضوع او بيقال ان الجواب راح له وخباه؟ مش متذكر مين يعني، بس انا فاكر ان وليد حازم العطار- امام؟ حازم. لا بس حازم ما يعملهاش. انا اقول لك على حاجه، حازم ان معاه. محمد بركات كمان كان بيتجازى. محمد بركات في الموضوع اصلا. فاهمني انت يعني ايه؟ واليومين دول طالع ناس بتقول لك ان بركات زملكاوي. يعني في ناس طالعه تقول لك ان بركات زملكاوي، فوريك بشكل كبير يكون لكن بركات التحكيم- مدان في موضوع. لا بص يا ما كابتن، نخشش مش في انت التحكيم الزمن. ساند بقى هنا الزمالك بص هو بص انت هنا بتقولي ما نخشش في الذمه من الناس، ليه عايشين في نظريه المؤامره؟ فين انا واشمعنى انا بقى؟ ما دخلتش في الزمن من الناس غير في حاجات واقعيه. يعني مثلا موضوع مصطفى مراد فهمي، برضه موضوع ثاني مصطفى مراد الله فهمي يرحمه. في انتخابات النادي الاهلي بتاعت 2015 ماشي، اللي كان فيها الكابتن الخطيب واسمه مين دوت، كان اسمه ايه اللي دخل ومسك 4 سنين وبعد كده اتشال؟ محمود طاهر محمود طاهر يعني كابتن بقى. محمود طاهر ماشي. لما طلع كان مصطفى مراد فهمي، كان انتخابات في واحد دخل كده، ده علم، ده اتقالت، قال لك انتوا ما تعرفوش مصطفى مراد فهمي ده عمل ايه للاهلي في الاتحاد الافريقي. برضو ده من جوه هم اللي بيقولوا، مش احنا. عمل ايه للاهلي؟ ما هو معنى ان انت مسؤول جوه النادي الاهلي وتقول كده وده يبقى طب الدعايه انا عايز اقول لك على الانتخابية حاجه، بتاعتك. كان مين اقوى في الاتحاد الافريقي، مصطفى مراد فهمي ولا عيسى حياتي؟ عارف عيسى حياتي؟ عارف عيسى حياته. طيب كان مين اقوى في الاتحاد الافريقي؟ سوري، في الاتحاد الافريقي كان مين اقوى؟ عيسى حياته ده رئيس برافو الاتحاد. عليك. طب ازاي ما اداش كانون يا ويندي نادي القرن، وده نادي بتاع لا بلده؟ بس كان بعيد. فاهمني؟ لا كان بعيد. بعيد كان فين؟ اليوندي كان بعيد. ليه؟ ده كان برضه بطولتين، لا ما كان كان اليوندي 3 كان بعيد. انت بص، انت كنت الفريق الاقرب ليا في البطولات، انا 9 وانت 7، انت كنت برافو الاقرب. عليك. في بقى حاجه انت ناسيها خالص، انك انت نفسك يا بطل دخلت مكاننا عشان انا معتذر. ده أنا انت- كان بص- عندي بص. رئيس نادي. ايوه فاكر انت؟ النقطه دي دخلت بدلك امتى؟ بدل انا ما دخلتش، انت بطوله واحده خدتها بدلك. ما ايوه، ما دي جرت 7 سنين، ولا الاهلي خد عقوبه كام سنه؟ لا. الاهلي خد عقوبه كام فين سنه؟ بس فين الاهلي خد بس عقوبه 5 5 سنين ساعتها. يعني وما انت عملت لعبناش فيهم 5 3 سنين. بطولات. 5 سنين لغايه امتى؟ لحد 2000 لحد لغايه 98. لا لا انت مش كده، لعبت البني 98. الاسيوي، انت مش لعبت البني الاسيوي في 98 وطلعت برافو عليك. قدام. 98 صح كده؟ لا، 98. انت من 94 احنا متعاقبين. ماشي من 94. فاهمني انا انت؟ خدت انهي بطوله في الفتره دي؟ انا ما خدتش غير 96 فقط. ازاي؟ 96 فقط. 96 وايه تاني؟ 93 اللي لما انا خدتها كنت انا البطل. انا دوري 92 93 بس. 93 94 بس. بطل دوري. بس. فدخلت البطوله دي على اساس وانا بطل دوري، فما دخلتش عملت بدالك. ايه؟ عملت ايه؟ ايه خدتها عملت 93 ايه؟ وصلت نهائي 94 وخسرت من الترجي. 96 هي الوحيده اللي دخلتها بدالك، ودي اللي وعملت- خدتها. المفروض انت تشارك بس. عشان انت معاقب. لا الاهلي برضو ايه؟
كان لسه معاقب. أيوة. انت دخلت مكاننا كمان 97 و98 بس ما خدتش حاجه. ما انت مش هتاخد حاجه تاني. مع ما خدتش تصريح حاجة. احمد حسام ميدو. لا طبعا ضده. هو المفروض هو صح كلها اهواء والكوره ما فيهاش عاطفه ومعاها، بس ما يقولش الكلام ده في التلفزيونات. في ناس كتيره قوي مجانين ممكن تمشي ورا الكلام ده فاهمني. هيبقى فيها تطاول وهيبقى فيها، المفروض انت كاعلامي تحفظ مركزك وكويس ان هو تعاقب الصراحه. انت شايف ان جمهور الاهلي غلط. كيفه من الاخر سكه؟ يعني نتكلم بقى سكه. احنا اصل هيكيفوا لسه كمان الايام جايه. خلي بالك لو دي مش اول بطوله للاهلي ولا الكلام ده انت كل اسبوع عندك بطوله ما شاء الله. ايه اللي حصل ايه اللي حصل عند الاعلام الزملكاوي بعد ما الاهلي يلعب افتتاح؟ يعني انا حاسس، بكلمك بجد بامانه والله، ماشي. حاسس ان بعد ما الاهلي القرعه بتاعت كاس العالم للانديه والاهلي هيلعب المباراه الافتتاحيه حصل هيجان عند الاعلام الزملكاوي. ليه؟ عادي، اي حد مكان نادي الزمالك هيبقى نفسه يكون موجود في المكان ده، فطبيعي هيكون حزين ان هو مش موجود في المكان ده. حزين. ابتدي اشتغل، ابتدي اعالج اموري، ابتدي اشوف انا ناقص ايه عشان العب دوري ابطال افريقيا. سيبنا من نظريه ليه المؤامرة. لا هي موجوده. سيبنا من نظريه موجودة المؤامرة. أصلاً. والله مش ابدا. اكتر من قادر عبد والله العظيم ده اللي طلع لغى كل حاجة حازم في حياتك. امام الجون ازاي بتاع جمال عبد الحميد يا اللي هو- نهار ابيض. جماعة، انا هجيب لك بقى انتوا جول رباعي ذاكرة ياسين برضه وجول السمك. طاهر ابو زيد برضه ذاكرة السمك. لا بص اقول لك انا عايز اقول لك على حاجه. لو الزمالك يا عم. لو الزمالك كان بيتساعد ما كانش ده بقى حاجه. ازاي؟ واقعي. مين اللي ما قال لك كناش ب الكلام ده؟ 14 بطوله، لا كنا زمنا في حته ثانيه. انا عايز اقول لحضرتك ان بيراميدز واخد مكانك بقاله 4 سنين بيطلع الثاني. حوار يا بقى باشا ده. طب ما انا فاهم عندي انت؟ مشكله. انا عندي مشكله مشاكل دي. طب ما ماليه. نأجل أنا الموضوع ده. عايز اقول لحضرتك على حاجه. نأجل الموضوع ده مش انت لمتى بس اللي بالظبط؟ عندك مشكله ماليه على فكره. الاهلي ده برضه كان عنده مشكله ماليه. مين؟